أهلا بيكم. الأسبوع ده بصراحة كان أسبوع مش عادي خالص في الكرة المصرية. الدنيا كانت ولاعة وفي حالة غضب كبيرة جدا. تعالوا مع بعض كده نفصص ونحلل أهم الحكايات اللي قلبت السوشيال ميديا، خصوصا بين جماهير الأهلي والزمالك. يمكن أخطر وأهم قصة في الأسبوع ده كله بتتلخص في جملة واحدة بس: جمهور الأهلي قلب على الخطيب. لا، دي مش جملة عادية خالص، دي جملة ليها وزنها وتقلها. طب إزاي وصلنا لكده؟ إيه اللي حصل عشان الجمهور يوصل للمرحلة دي؟ عشان نفهم الصورة كاملة لازم نرجع خطوة لورا ونشوف الأحداث التانية اللي ولعت الدنيا الأسبوع ده. هنبدأ بأول موضوع وهو أزمة إعلامية. بطلة القصة دي مذيعة في قناة الزمالك، والأزمة دي فتحت نقاش كبير قوي عن فكرة العدالة والمعايير في الإعلام الرياضي عندنا. القصة كلها بدأت بقرار رسمي. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلع قرار بإيقاف المذيعة فرح علي مقدمة البرامج في قناة الزمالك لمدة شهر كامل. ومش بس كده، لا، وغرامة 100,000 جنيه. السبب مخالفة الأكواد الإعلامية. من هنا بقى بدأ الكلام والجدل كله. من ناحية الجمهور الأهلاوي شايف إن القرار ده طبيعي جدا ومستحق، وإنه جه نتيجة ضغط من إعلام الأهلي اللي ركز على تجاوزاتها. على الناحية التانية جمهور الزمالك بيقول لك إيه؟ تمام، اللي يغلط لازم يتحاسب، إحنا مش بندافع عن الغلط، بس بيطالبوا بحاجة واحدة: المساواة. سؤالهم كان واضح: طيب ليه ما فيش نفس الرقابة والتدقيق على مذيع قناة الأهلي وسام حسني وتصريحاته؟ وبكده الموضوع كبر وما بقاش مجرد عقوبة لمذيعة، لا، بقى سؤال عن المعايير المزدوجة، وهل القانون بيطبق على الكل بنفس المسطرة ولا لا؟ طيب، من الإعلام والقنوات نروح للسوشيال ميديا. القصة التانية بطلها نجم الكورة الكبير ميدو، وتويتة كتبها بعد ماتش للأهلي. تويتة واحدة كانت كفيلة إنها تقسم الناس فريقين رأيهم عكس بعض تماماً. هو ده الكلام اللي ميدو كتبه بالحرف على منصة إكس. قال: الترجي أضاع أسهل فرصة للتأهل على حساب الأهلي. لما تضيع فرص بالشكل ده أمام فريق كبير زي الأهلي دايما بتتعاقب. للوهلة الأولى ممكن الكلام يبان عادي، تحليل فني، لكن الحقيقة إنه عمل حريقة على السوشيال ميديا. وهنا بقى الانقسام كان واضح وصريح. الجمهور الأهلاوي شاف التويتة دي على إنها شماتة صريحة وتمني لخسارة الأهلي من فريق تونسي، وشافوا إن قلبه أسود من ناحية الأهلي. أما الجمهور الزملكاوي فشاف الموضوع من زاوية تانية خالص. قالوا: يا جماعة، الراجل بيتكلم كورة، ده مجرد تحليل فني محايد بيقول إن الترجي هو اللي ضيع فوز سهل على الأهلي كان في حالة مش كويسة. هي نفس الكلمات، بس كل جمهور فسرها على حسب نيته وميوله. دلوقتي خلينا نسيب الصراعات الكروية دي شوية ونتكلم في قصة إنسانية قوي ومؤثرة جدا. قصة بطلها واحد من نجوم الزمالك السابقين اللي ظهوره في التلفزيون وطلبوا للمساعدة وجع قلوب ناس كتير قوي. أنا عندي 5 بنات ومش لاقي أكلهم. دي كانت الكلمات الصعبة اللي قالها الكابتن حسام عبد المنعم لاعب الزمالك السابق، وهو بيبكي بحرقة في لقاء تلفزيوني. كلمتين كانوا كفاية إنهم يهزوا الوسط الرياضي كله. طيب، إيه اللي حصل بعد كده؟ أول حاجة، اللاعب ظهر في البرنامج وحكى عن ظروفه المادية الصعبة جدا. تاني حاجة، بدأ نقاش كبير: هل يصح إن نجم كورة سابق يوصل بيه الحال إنه يبكي على الهوا، ولا ده دور النادي وإنه لازم يتدخل؟ تالت حاجة، ودي الحاجة الكويسة، إن زمايله النجوم القدامى اتحركوا فوراً وبدأوا يعملوا اتصالات عشان يلاقوا له حل، زي مثلاً إنه يشتغل في قطاع الناشئين. لكن هنا اكتشفنا المصيبة الأكبر، إن حتى مدربين قطاع الناشئين نفسهم مرتباتهم متأخرة ومش بياخدوها بانتظام. يعني المشكلة طلعت أكبر بكتير. قصة الكابتن حسام عبد المنعم بتخلينا كلنا نسأل سؤال مهم قوي ولازم نقف عنده: إيه هي مسؤولية الأندية تجاه ولادها ونجومها اللي خدموها لسنين بعد ما اعتزلوا؟ هل دور النادي بيخلص بمجرد ما اللاعب يبطل كورة، ولا المفروض يكون في واجب أدبي وإنساني بيكمل معاه لبعد الملاعب؟ ودلوقتي نرجع تاني لأكبر أزمة، القصة اللي بدأنا بيها كلامنا، وهي حالة الغضب العارمة جوه النادي الأهلي، واللي متوجهة بشكل مباشر لمجلس الإدارة وشخص رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب. الرقم ده لوحده ممكن يلخص حجم الكارثة. 41. النادي الأهلي دخل في مرماه 41 هدف في آخر 41 ماتش، يعني بمعدل هدف في كل مباراة. يا جماعة، ده رقم مرعب لأي فريق في الدنيا، فما بالك بالأهلي. ده بيورينا قد إيه في انهيار دفاعي في الفريق. الغضب ده له أسباب كتير ومتراكمة. أولاً، المدرب بيتوصف بأنه مدرب فاشل. ثانياً، الإدارة نفسها بتتوصف بأنها إدارة فشلت لأنها هي اللي اختارتها وجابته. والمصيبة الأكبر إن الإدارة حالياً بتدفع مرتبات ل3 مدربين في نفس الوقت. ده غير إن في نجوم كبار في الفريق مستواهم في الأرض، والنتيجة فريق في الملعب لا له روح ولا شكل ولا طعم.
وفي الآخر طبعا المسؤولية الأكبر بتترمي على الكابتن الخطيب بصفته المسؤول الأول عن ملف الكورة. كل الغضب ده مصدره إيه؟ مصدره خوف حقيقي. خوف بيكبر يوم عن يوم عند الجمهور من إن النادي داخل على موسم صفري، موسم كارثي من غير أي بطولة. حالة التشاؤم دي وصلت لدرجة إن في ناس بتقول كلام صريح ومباشر وبتتوقع توقع قاتم جدا. بقولها لكم من دلوقتي، الأهلي لا هياخد دوري ولا هياخد دوري أبطال أفريقيا طول ما الراجل ده موجود. وحتى اللعيبة نفسهم الانتقادات طالتهم بالاسم. إمام عاشور الناس بتقول إنه آخر 3 ماتشات بيلعب من غير حماس. صفقة زيزو اللي كانت صفقة الموسم والكل كان فرحان بيها، بيتقال عليها دلوقتي إنها تجربة فاشلة وما قدمتش أي إضافة للفريق. ده غير إن في لعيبة زي كوكا وطاهر محمد طاهر الجمهور كله شايف إنه مستواهم أقل من الأهلي بكتير، لكن المدرب مصر عليهم إصرار غريب. في الآخر خالص بعد ما شفنا كل القصص والأحداث دي بنوصل لسؤال مهم جدا ومصيري: هل اللي بيعيشه النادي الأهلي دلوقتي ده مجرد كبوة، أزمة وهتعدي زي أي أزمة، ولا ممكن تكون دي بداية النهاية للجيل كامل وبداية مرحلة صعبة في تاريخ النادي الأكثر تتويجا في مصر؟